وفي ذات السياق إلى مدينة لاس بالماس حين شهدت لاس بالماس الكنارية تنظيم وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية في إطار الحملة الوطنية والدولية لدعم مسيرة الحرية والانعتاق. غانم باه دافع والتفاصيل. شهدت مدينة لاس بالماس الكنارية تنظيم وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية من قبل جمعية الجالية الصحراوية بالأرخبيل الكناري والحركة التضامنية الكنارية مع الشعب الصحراوي أمام قنصلية دولة الاحتلال المغربي المتواجدة في لاس بالماس بجزيرة كناريا، وذلك في إطار فعاليات وأنشطة الحملة الوطنية والدولية المطالبة بإطلاق سراح الأسرى المدنيين الصحراويين بالسجون المغربية، وتفاعلا مع مسيرة الحرية التي انطلقت في 30 مارس الماضي من ضواحي باريس مرورا بمدن فرنسية وإسبانية وصولا لسجن القنيطرة بالمغرب. También soy de la Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. No es porque esté en la asociación, sino porque le tengo mucho cariño al pueblo saharaui. نهار كبير من نهار ذكروا فيه ونأيدوا المسيرة لنجل الحرية للأسرى الصحراويين في الزلازل المغرب. ورانا معاكم يا أولادنا، ورانا ما ناسينكم، وراكم إلا ما شفتونا في المظاهرات والله ما نظهروا كل نهار قريب ما ناسينكم بكل الأبطال. المشاركون في الوقفة التضامنية حملوا صور المعتقلين والأعلام الوطنية وقاموا برفع الشعارات الوطنية المنددة بسياسة المحتل المغربي الممنهجة والمنتهكة لحقوق الإنسان في المدن المحتلة من وطننا. نحن اليوم هون جينا امام قنصليه الاحتلال المغربي في لاس بالماس غران كناريا، الجاليه الصحراويه في جزر الكناري والحركه التضامنيه الكناريه مع الشعب الصحراوي جاوا يعني في هذه المظاهره يشاركوا في هذه الحمله الدوليه والوطنيه لاطلاق سراح المعتقلين الصحراويين في السجون المغربيه، ويشاركوا كذلك في هذه المسيره التضامنيه اللي انطلقت نهايه الشهر الماضي من باريس اللي متوجهه الى سجن القنيطره في المغرب. En nombre de la Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, pues un saludo para todos los saharauis, para todas las saharauis, para el pueblo canario en general también. Estamos ante el consulado de Marruecos reivindicando la liberación de los presos políticos saharauis que se encuentran en las diversas cárceles de Marruecos. Estamos aquí manifestándonos en apoyo a los presos saharauis de Marruecos. Marruecos tendrá que soportar la libertad del pueblo saharaui. Estamos aquí enfrente del consulado marroquí, Las Palmas de Gran Canaria, para reivindicar pues, que todos estos presos políticos están encarcelados injustamente por su liberación inmediata por parte del Reino de Marruecos y transmitirle un apoyo incondicional a todos los presos y al pueblo saharaui, sobre todo el pueblo saharaui de las zonas ocupadas por el... كما طالبوا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون دولة الاحتلال المغربي، وفي مقدمتهم مجموعة أبطال ملحمة قديمزيك الخالدة. الوقفة حضرها عدد كبير من أفراد الجالية الصحراوية والحركة التضامنية والجمعيات الكنارية للتضامن والصداقة مع الشعب الصحراوي، وكذا أعضاء تمثيلية الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بالمقاطعة. الوقفة التي دامت ساعتين تخللتها العديد من المداخلات من طرف الحاضرين أعربوا من خلالها عن التضامن والمؤازرة مع المسيرة التضامنية الدولية مسيرة الحرية، ومع السيدة كلود مونجان زوجة الأسير المدني الصحراوي النعمة الأسفاري عضو مجموعة قديمزيك المتواجد بالسجن القنيطرة السيد ذكر رفقة مجموعة من رفاقه الأسرى المدنيين الصحراويين الآخرين. تجدر الإشارة إلى أن المتظاهرين طالبوا بالإطلاق الفوري لسراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية بدون قيد أو شرط، كما طالبوا كذلك من إسبانيا بتحمل مسؤولياتها التاريخية والقانونية تجاه مستعمرتها السابقة، وكذا من المجتمع الدولي ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بالتدخل السريع والضغط على دولة الاحتلال المغربية من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين الصحراويين واستكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية والانسحاب من الأجزاء المحتلة من التراب الوطني. كما عبر المشاركون عن إدانتهم الشديدة لسياسة مصادرة ممتلكات وأراضي المواطنين الصحراويين في المدن المحتلة وهدم منازلهم مثل ما يقع في هذه الأيام في منطقة تادخس بالقرب من مدينة العيون المحتلة.